الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه ويغفر له، الراجل كان ليه وجهه نظر في حاجه معينه ايا يكن، اذا كنت متفق معاه ومختلف معاه ده ما يدكش الحق نهائي انك تشمت في شخص ميت مش هيعرف يرد عليك. فما تبقاش عيل حلوف وتغلط في واحد مش موجود، وخصوصا ان كلامه 80% منه صح. ومحدش يطلع يقول لي في الكومنتات اصله كان بيشرب سجاير. يا عم كان بيشد بودره، كانش بيشرب سجاير، كان بيشد بودره. خد يا باشا الايجابي منه وسيب السلبي وغور في داهيه. بكلمك جد والله، لان الموضوع مستفز لما الاقي الناس، كميه ناس بتشمت، كميه ناس بتدخل في الكومنتات ها ها ها. هو انت متخيل ان انت هتفضل مقبت في الدنيا مش هتموت؟ متخيل ده؟ انت كده كده هتموت، كلنا هنموت، انا هموت وانت هتموت وده هيموت وده هيموت، كله هيموت. لو انت عقلك هيأ لك ان انت مش هتموت وهتفضل مقبت في الدنيا فانت عندك مشكله في ايمانك. والله العظيم زي ما بكلمك عندك مشكله في ايمانك. روح راجع ايمانك، روح شوف نفسك. يعني ايه يا جدعان كميه العبث اللي بيحصل ده؟ انتوا وصلتوا لمرحله انتوا تشمتوا في الموت. ربنا يعينكم على حالكم ويهديكم. فانت ليه دايما ماسك في الحته الغلط وسايب الحته الصح؟ ما تاخد يا عم الحلو وتسيب الوحش. بسيطه والله العظيم، الدنيا بسيطه. انما تشمت في شخص ميت مش موجود عشان يرد عليك قمه الوساخه. يعني ده معناها حاجه واحده، ان انت شخص حلوف بس.